السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده غنشارك معكم هذه الحلوه ديال المعلكه اكثر من رائعه، مشقه معلكه نيت ديال بصح وغزاله، ومقاديرها راه هي ساهلين. اي وحده ولو مبتدئه تقدر توجدها. ندوز معكم دابا ان شاء الله المقادير والطريقه. هنا غندوز معكم المقادير. عندنا هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي صهدناه من قبل. كتصهديه غير شويه في الفران حتى كتبقاي ملي كديري ليه بحال هكا كتشوفي هاد القشره تفرقت لك على الكاوكاو. شتا كديري ندير اليمنى لان انا اليسرى ما كنعرفش نتحكم فيها مزيان. غير اون فوا كديري الكاوكاو بحال هكا كتبان لك القشره تهزت عليها صافي تخرجيه باش ما يتحرقلكش في الفران. صافي عندنا كما قلنا نص كيلو ديال الكاوكاو. هذا الكاوكاو بلدي. عندي هنايا 3 البيضات، نقدروا ما نستعملهمش كاملين، نقدروا نستعملوا غير 2 بيضات. عندي واحد فاني، خماره، كاس ديال الكوك، كاس لاروب ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال مربى المشمش، قبيصه ديال الملح بطبيعه الحال. غنديروا واحد المعلقه كبيره ديال المزهر و2 معالق كبارين ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، ولا انا معايا الله جبتها صهدتها شي شويه باش تجيني سهله. صافي هادو هما المقادير ديالنا ساهلين، وبطبيعه الحال ما غنساوش السكر الثقيل هو اللي كنفندو فيه هاد الغريبه ديالنا المعلكه. صافي دابا غندوز انا باش غادي نطحن هاد الكاوكاو ديالي في الهاشوار. ديروا غير هكا بقشرتو راه كيجي زوين، لا ما تسيروش تنقيو ولا والو. سينو ما كتبغيوش تقدروا تشريو هذاك الكاوكاو اللي منقي، اللي ديجا منقي شديه صهديه شويه، حيت هاد ملي كتصهديه كتنقص منه واحد الريحه كتكون فيه مجهده ديال الكاوكاو. صافي انا درتو هنايا في الهاشوار ديالي، غادي نطحنو ونعاودو نتلاقاو باش ما نصدعكمش. صافي هنا من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي هانتوما كتشوفوا راه ماشي بحال البودره، راه كيبقى هكا شويه باين باش كتجي ديك العطه هكا زوينه للداخل. صافي غير هما عندكم تمشيو تحمروه بزاف، راه وريتكم انا انفو ديري ليه بحال هكا خرجيه من الفران، حيت الا تحرق لك الكاوكاو مشات لك المعلكه كامله غادي يجي فيها واحد لوغو مر ماشي زوين. صافي هنا غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال، غندير ساشي فاني. كاين اللي ما كيستعملش فيها هاد فاني ولكن انا غادي نستعملها. كاس لاروب ديال سنيده، كاس ديال الكوك، جوج معالق ديال الكونفيتور المربى مربى المشمش، يعني كونفيتور دابريكو، 2 معالق كبارين يكونوا عامرين. غندير هنا معلقه ديال المزهر. صراحه هي راه كتخلطي صافي كلشي سهله، يعني ما فيهاش بزاف، هي كيبقى المشكل في الطريقه ديال الطياب. نزيد شويه ديال المزهر انا حيت عزيز عليا الريحه ديالو. دونك معلقه كبيره عامره ديال المزهر. غندير الخماره، وغندير هاد 2 معالق ديال الزبده غير باش تخليها لينا هكا رطيبه وزوينه. صافي هنا تقريبا راه درت جميع العناصر.
غادي نفقي عليهم 2 بيضات، وغادي نشوف جات خاصها هكايا ليدان. راه غادي نضيف بيضه، كانت هي هذيك راه ما غاديش نضيفها. صافي بسم الله. نخلطوا دابا كلشي مع العناصر ديالنا. بسم الله. حيت هي راه ما خصهاش تجي. المهم انا غادي نوريكم بالضبط التكستور ديالها بالضبط، القوام يعني، باش تعرفوا كيفاش. وإلا بغيتوها هكا بالكاكاو راه انا ديجا كنت شاركتها معكم، راه تشوف قلبوا غير في القناه ديالي غتلقاو المعلكه بحلوه الكاوكاو بالكاكاو، كتجي حتى هي زوينه. غير هذه هي الحلوه التقليديه الاولى، كيكون فيها صراحه لا كاكاو لا والو. هذه هي الاولى، كديري غير الكاوكاو وكديري معاه هذيك الكونفيتور كيعطيه هذاك التعليكه، حتى هذاك الكونفيتور كيعطيها واحد التعليكه زوينه. خلطوا هكا مزيان مزيان. انا هنا غادي نزيدها واحد الصفر، غير صفر بيضه. بانت لي خصها شويه، غنزيدها غير الصفر، ما نزيدش البيضه كامله. بسم الله. زعما سبحان الله الا مشات تجرات ليكم ولا هاد درتو البيض وحسوها حسيتو انها دايره بزاف، تقدروا تضيفوا ليها هكا كوك كيجمعها. زيدوها زعما غير شويه الكوك كيجمع. صافي نخدم هاد الشيء مزيان هكا بيديا، نخدمها هكا شويه مزيان ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه، يشرب مزيان هذاك الكوك حتى هو دوك المقادير. عاد ندوزو باش نكوروها، باش نديروها في الطاوه ديالنا. ضروري ما تخليوها هكا ترتاح شي شويه باش ما تبقاش تعلك لكم بزاف في صباعكم. صافي هنا من بعد ما خلينا ارتاحت مزيان، ضروري تخليوها هكايا واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه اللي ترتاح تشرب. غادي ندير هنايا مزهر، حيت هذه كتكون كتعلك كتلصق، اش كيسميوها المعلكه. وديروا الحجم اللي بغيتو نتوما في الكرات، ديروا الحجم اللي بغيتو، ديروهم كبارين تقدروا ديروهم صغارين على حسب القياس اللي كيوالكم. كاين اللي كيبغي زعما الصراحه الحلوه تكون كبيره باش تجي معمره العين، وكاين اللي كيبغيها صغيره. صافي غندير ليها هكايا. كندير دابا شويه ديال المزهر باش داكشي علاش ما كنديرش ديريكتومون في السكر كلاصي باش ما يفزكش ليا السكر. نكور بالماء ونخليها هنايا شويه، عاد نديرها في سكر كلاصي. صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل نعاودو نتلاقى. صافي هنا من بعد ما كورتهم كاملين غنديرهم هنا، نديرهم هكا دوره خفيفه حتى كيشدوا هكا في راسهم، وتهزيها بحال هكا، يعني كيهضر السكر كيبقى هكا فوق منها. صافي وكتصفيها في الطاوه ديالك. نقرب ليا الطاوه باش بانت لكم، ونبقى كنحط اللي صايبتها نحطها، اللي صايبتها نحطها حتى نكمل هكايا الطاوه ديالي كامله على هذا الشكل هذا. باش كيجيوك مقادين. وانتم كما قلت لكم العبار ديال الكرات تتحكموا فيهم على حسب نتوما واش كتبغيو هكا صغيرين اولا كبارين، كل يدير لي الحجم نتوما كتحكموا فيه على حساب كل واحد. وصافي صافي انا غادي نستمر بحال هكا نكمل هاد الكرات ديالي كاملين في الطاوه، ونعاودو نتلاقاو باش نخشيوهم في الفران ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما كمورتهم كاملين وصايبتهم، دائما كنقول لكم جيبوا داك الصبيع ديالكم وغادي توركوا عليهم غير شويه
باش يشدوا بلايصهم ويتشقوا لينا. المهم ما توركوش بزاف كاع، يعني غير الجهد وصافي. ونستمر بحال هكا تنكمل الطاوه ديالي كامله. انا راه ديجا مشخله مسخنه الفران من قبل، لو طون اللي كنت كنكور هادو وكنديرهم في السكر. انا راه شعلت الفران. دابا غادي نديرو على الشمعه، دائما تنعاود نكرر لكم على الشميعه، غادي نديرو ليها العافيه من الفوق حتى تشقق لينا، عاد نطلعوها باش طيب لينا من التحت. فهمتوني؟ مهم نديروها دابا، ولكن كما قلت لكم على الشمعه. وضروري السكر يكون سبيسيال باش هكا ما كيذوبش لكم وكيتحرق، كيبقى باين فوق الحلوه ديالكم. يعني اي وحده تمشي عندها تقول لي عطيني سكر كلاصي سبيسيال. ندوز دابا نديرها في الفران. نحاول نهزها بشويه، ما نهزاش هكا بالجهد، حيت هذا الشيء راه خصكم تعاملوا معاه غير بشويه باش هكا السكر كيبقى الفوق. بسم الله. وبخص العافيه على شويه نوريكم. هانتوما شفتوا العافيه راه ناقصه. صافي غنخليها هكا حتى كتشقق ونطلعها شويه الفوق صافي، ومن بعد نخرجها لان هي فيها غير الكاوكاو، فيها زعما غير داك البيض اللي يطيب وصافي، اما كلشي فيها طايب. انا هنا خرجت اللاطه ديالي الاولى من الفران، ولكن راه هانتوما راه غير كتشقات طلعتها هكايا للفوق، خليتها واحد 3 ديال الدقائق على هذيك العافيه اللي وريتكم مهيله، تقريبا حتى ل5 ديال الدقائق. صافي خرجتها، راه ما غنقيسها دابا ما والو. راه هانتوما شفتوا شحال رطبه، ما تقيسيها ما والو لانها كتكون رطبه بزاف. خليها حتى تبرد وتشد راسها، عاد نقدروا نحيدوها من الطاوه ديالنا. صافي هانتوما كما كتشوفوا راه جات هكا مشقه، جات زوينه. نوريكم هكا باش عن القرب. هانتوما شفتوا كلهم تبارك الله هكا تشقوا وجو زوينين. دابا غادي نتسناها انا غير حتى تبرد وندوز نديرها في الطبق التقديم ديالها. وهذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران ودرتها هكا حنا في هذه البواطه. شوفوا كي كتجي مشقه معلكه غزاله. هانتوما كنديرها هكا بطبيعه الحال في البواطه ديال الزاج، كتبقى هكا مزيانه، كتجي صراحه كتشهي زوينه بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتشاركوها معايا. وما تنسونيش في لي كومونتير الزوينين ديالكم، اللي ما مابونيش يتابونا. كنشكركم دائما وابدا، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. ونوريكم دابا شي وحده هكا كي كتجي من الداخل. هانتوما شو كي كتجي معلكه ديال بصح. وياكم طيبوها بزاف، يعني عطيوها القياس كما قلت لكم، غير تشقق طلعوها شويه واحد 3 ديال الدقائق صافي وتخرجوها من الفران. ما تعطلوهاش باش تبقى بحال هكايا دايره وما تقصح لكمش، حيت راه ما فيهاش، راه غير البيض اللي غيطيب صافي. وكما قلت لكم هذه هي الحلوه ديالنا، وعشركم مبروكه، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه، باي باي.